الجزر ديالنا في الاخير كيجي اللهم بارك. في المذاق جات مزيونه بزاف. سبق لي انا ذقتها، وحتى في الديكور جات مزيونه. اللهم بارك. هاي كتجي هشيشه، هاهي كما كتشوفوا، يعني ماشي مدقصه ولا شي حاجه، بالعكس كتجي مزيونه. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوني بها في الانستغرام الوسيطات زينب. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. كنتمنى الفيديو ان شاء الله يلاقيكم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نعدل معكم كيكه شتويه بامتياز، وهي كيكه الجزر. يعني غادي نعدلوها بواحد الطريقه مزيونه، بواحد الكريمه ان شاء الله. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا من الفيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفوا الطريقه والمراحل. كاول مرحله عندنا غادي نعدلوا البيضات مع واحد الخنيشه ديال الفاني، وغادي نطربوهم السكر نديروه بشويه بشويه حتى يطلع لنا الخليط ديالنا. غادي نعدلوه يعني الخليط يطلع مزيان. من بعد نضيفوا ان شاء الله الزيت كما كتشوفوا. ما عنديش هنا الكاس عامر، غير واحد شويه الحليب، وعندي جوج كؤوس ديال الجزر، وعندي القرقاع او الجوز، وغادي نعدل واحد 250 غرام ديال الدقيق مع جوج ديال الخميرات، وواحد شويه ديال القرفه. يعني القرفه كتواتى بزاف مع هاد الكيكه، وفي نفس الوقت يعني كتعرفوا القرفه يعني معروفه في فصل الشتاء. داكشي ان شاء الله حتى غادي نضيفوها. والكريمه انا من بعد غادي نقول لكم المقادير والطريقه ديالها ان شاء الله. خليكم معايا وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي تخليوا لي اشتراك، تابوناو عندي، وخليوا لي التعليق ديالكم. بهذه الطريقه يعني الواحد كيتحمس، وان شاء الله نعطيكم فيديوز جدادين. مرحبا بكم معايا. كاول مرحله كيف ما قلت لكم جبت انا البول ديالي. يمكنكم تستعملوا اما الطراب يعني هادي ولا بالباطور ديال اليد. غادي نستعمل 4 البيضات ديالي. البيضات احسن يكونوا يعني بدرجه الحراره ديال الغرفه، ما يكونوش باردين من الثلاجه. غادي نعدلوهم. هادو البيضه ديالنا صافي. غادي نعدلهم يتطربوا، والسكر نضيفو بشويه بشويه باش البيضه ديالي دغيا يطلعوا ما يتعطلوش معايا. بسم الله بسم الله. كما شفتوا زدت واحد شويه ديال الملح كنعاون كنهاد شويه ديك المذاق ديال السكر اخويا. انا غادي نبدا نضيف السكر ديالي بشويه بشويه على مراحل باش البيضات دغيا يطلعوا. كيف ما كتشوفوا ها هما البيضات والسكر ديالي من بعد ما طربتهم مزيان كيرجع اللون ديالهم ابيض، كيتبدل الكولور ديالهم. خصهم يوصلوا حتى لهاد المرحله. عاد نضيفوا الاضافات اللي عندنا. هنا غادي نضيفوا الزيت ديالي. في هاد المرحله احسن نقصوا السرعه ديال يعني الباطور ديالكم، ولا الطراب الكهربائي العادي احسن تنقصوه باش ديك البيضات ما يهبطوش. وغادي نضيف الحليب. في هذا الاثناء انا كنت عملت جوج ديال الكيسان ديال الدقيق مع الخمارات جوج، وضفت عليهم القرفه غربلتهم مزيان احسن يتغربلوا. هنا غادي نضيفوا الجوز يعني كاضافه كيجي مزيون بزاف مع هاد الكيكه ديالنا، كيتماشى معها بزاف مع الدجاجه وداكشي كيمشي معها بزاف. هنا غادي نضيفوا الجزر ديالي، عندي جوج كؤوس. كما كتشوفوا حتى اللون ديال الخليط كيتبدل الكولور ديالو كيرجع اورانج. في هذه المرحله انا غادي نوقف الخلط ديالي وغادي نستعمل غير باليد دابا.
هاو كما كتشوفوا هو شكل الخليط ديالي. هاو اللهم بارك. صافي في هذه المرحله انا غادي نبدا نضيف الدقيق. وكما قلت لكم عندي الدقيق والخميره والقرفه، ضفتهم خلطتهم مزيان اول مرحله غربلتهم. ودابا غادي نبدا نخلط غير بشويه بهذه الطريقه. اللهم بارك. النسمه ديال القرفه طالعه مزيونه بزاف. نضيفوا الكميه اللي عندي. يعني نتوما بقاو تضيفوا الدقيق بشويه على حساب النوعيه ديال الدقيق. شوفوا ها هو الخليط ديالي تقلي. في هذه المرحله غادي نجيب المول ديالي، غادي ندهنو بشويه ديال الزبده ونحشيه في الفرن. صافي هنايا جبت واحد السيركل ديالي عنده فيه 20 ديال السنتيم، دهنت فيه شويه ديال الزبده، نزلت على ورق ديال الطبخ. وهنا غادي نضيف الكيكه ديالي. وفي نفس الوقت عندي الفرن كيسخن على درجه 180 درجه على حسب الفرن ديالكم. تقريبا هي كدي واحد 40 دقيقه في الطياب ديالها. هنا نكبوا الخليط ديالنا كامل. صافي نحشيوها في الفرن. ملي طيب نشوفوها ان شاء الله مجموعين. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الكريمه اللي غادي نعمرها بها. من بعد ما طبطنا الكيك ديالي، ها هي كيف ما كتشوفوا اللهم بارك. ها هي انا قطعتها على جوج بهذا الشكل هذا. من بعد نوريها لكم. دابا غادي ندوزو للكريمه. الكريمه انا غادي ندير واحد الكريمه يعني سهله وفي نفس الوقت كتجي بنينه. هنا عندي خمسة ديال الجبن مربع. يمكنكم تستعملوا اي نوع ديال الجبن، المهم يكون جبن كريم. غادي نضيف لهم واحد شويه ديال عطر ديال الفاني ما كتشوفوا، غير واحد شويه. ومن بعد نضيف لهم الكريمه. بسم الله. خلطوا الجبن مع الفاني. احسن بلا ما تضيفوا السكر، لكن انا عندي هذه الكريمه فيها السكر. الا كانت عندكم الكريمه ما فيهاش السكر يستعيفك نتوما ضيفوا السكر. انا كما قلت لكم انا ما غاديش نضيف السكر على حسب هذه كتجي حلوه. صافي وما نسجم لي داك الجبن مع بعضو. نضيف الكريمه. صافي انا غادي نبقى نضرب الكريمه ديالي مزيان حتى تطلع. وبالنسبه للكريمه من الاحسن تكون بارده، يعني بارده بزاف باش كطلع معكم دغيا. صافي من بعد ما طلعت لي الكريمه ديالي غادي نجيب الكيك كيف ما كتشوفوا اللهم بارك من داخل كيف كتجي. غادي نعمر الكيكه ديالي بالكريمه بهذا الشكل هذا. يعني هاد المرحله كتبقى اختياريه ولكن كتزين الكيك ديالنا. خليكم معايا انا غادي نكمل يعني العماره ديالها وديك ساعتك نوريها لكم في الشكل الاخير في صحن التقديم ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا هذا الشكل النهائي ديال كيك ديال الجزر ديالنا في الاخير كيجي اللهم بارك. في المذاق جات مزيونه بزاف، سبق لي انا ذقتها، وحتى في الديكور جات مزيونه اللهم بارك. هي كتجي هشيشه. ها هي كيف ما كتشوفوا يعني ماشي مدقصه ولا شي حاجه، بالعكس كتجي مزيونه. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوني بها في الانستغرام الوسيطه زينب.